السلام عليكم خياتي الزينات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم الفيديو تاعي كامل فرحانات مطمئنات وسعيدات. نرحب بكم كاملين مشتركاتي القدم والجدد اللي انضموا لقناتي، نقول لكم اهلا بكم، نورتوني. وما تنساوش حبيباتي قبل ما تبداو الفيديو انكم تخليوا لي هذيك الجام، لانه الجام تاعكم يشجعني ويحفزني. اكيد كيما راني قاعده نشجع فيكم ونحفزكم، حتى نتوما شجعوني بهذيك الجام. وثاني الكومنتير تاعكم ثاني يطلع لي بزاف المورال، حتى لا كان كومنتير ماشي شباب انتقاد ولا، بصح صدقوني يطلعوا لي كومنتير تاعكم المورال. كيما راكم تشوفوا حبيباتي، الروتين تاع اليوم كيما عودتكم ديما شويه تحفيز شويه نشاط، ووصفه تكون اقتصاديه وهي رايحه. أيا ما حبيباتي، كما قلت لكم الفيديو تاع اليوم فيه بزاف حوايج، فيه مشتريات، فيه وصفة ثاني راح تسحقوها بزاف في رمضان، وبزاف سهلة هكذا باش تعاودوا شوية تعاودوا شوية الأطباق، وتعاودوا شوية هكا المملحات. المهم هنا حبيباتي، أول حاجة بديت بيها كنت غسلت كامل هادو لي بواط. ديجا كنتو شفتوا باللي في الفيديو السابق ولا اللي موراه كي درت البقلاوه ما كانش عندي كميه كبيره نتاع الكاوكاو، والتزيين شتو درت غير فو كاوكاو هذاك اللي يجيب اللون الفاغ، كيما البيستاش. ما كانت اغلبيه الصوالح كانوا خلاص فضوا لي. ايا ما لا، قبل ما نشري صوالح جدد قلت نغسل كامل هادو لي بواط اللي ندير فيهم الفارينه، سكر كلاص، لا مايزينا، المهم صوالح كامل تاع الكاطو. هكذا باش كي نشري ندير لا ليست باش نشري نكون نحطهم كامل على نقا. هنايا كنت غسلتهم غير بصابون ليكيد شويه تاع جافيل، وني قاعده نغسل فيهم غسله خفيفه، لانهم ما يهزوش بزاف الوسخ، غير شويه هكا خفيفه. قلت لكم ليسونسيال كي تحطوا صوالح هكا تحطوهم على نقا. وثاني حبيباتي، هاد العمليه كنت متعمده عفوا اني نديرها المره هذه هكا باش نقص نيتواياج تاع رمضان، كما قلت لكم في الفيديو السابق. وهنا ثاني راح نجاوب واحد الاخت اللي قالت لي بوه عليك، قالت لي زعما مازال رمضان ماشي سبقتي شويه الاحداث. نقول لك حبيبتي لا، هذاك هو الوقت، ماشي هذاك هو الوقت انك تغسلي كامل الحيوط ولا، بصح تنقصي بشويه اشاك فوا. تغسلي هكا بوايض، تنقي بلاكار، هكذا، حتى كي تعاودي كي يقرب رمضان تعاودي غير حاجه خفيفه كيما هادو لي بواط. ماشي لازم اني نعاود نفرغهم كامل ونغسلهم كامل صايي. كي يلحق رمضان نعاود نفوتهم غير بشيفونه هكا تكون مشمخه شويه، نعاود نمسحهم كامل من الفوق ونعاود نرتبهم، لكن تخرب لهم هذاك الترتيب وخلاص تما. نقص على روحي الخدمه. عليها قلت لكم حاولوا ديما تنقصوا على رواحكم، خاصه ما تنساوش انه لا بيريود اللي يجي فيها رمضان هذا العام رايحه تكون في لا بيريود كو الاولاد مازالهم يقراو، ورايحه بالك تكون لا بيريود تاع لي زيكزامان. اما لا، هذاك الضغط تاع لي زيكزامان وهذاك الضغط تاع القرايه وكامل هكذا، تكوني نقصتي على روحك ويجيك كلش خفيف. وهذاك نهار لا ما عشناش لا كنا من الميتين، هي ربي طول في عمرنا، معليش حنا درنا حاجه شابه اننا نقينا. ورايحه رايحه نديو حسنات. يا اخي يقول لك كل عفسه ديريها تؤجري عليها. تما كل عفسه ديريها في دارك ولا في دار والديك ولا في دار راجلك ولا ديريها، ليسونسيال اي عمل ديريه هو حسنه. اي عمل ديريه تؤجرين عليه. تما عشتي هاكي وجدتي، ما عشتيش عادي حبيبتي. وان شاء الله الموت حق، ربي يطول كامل في عمرنا. وهنا ثاني حبيباتي كنت حابة نحكي على هاد الفئة. قلت لكم اللي يقول لك بوه مازال رمضان وراكم تسبقوا بزاف الأمور. حنا حبيباتي أني قاعدين غير نتقاسم معاكم الأفكار. كي تشوف وحدة فيديو باغ اكزومبل فيه تحضيرات لشهر رمضان، ولا فيه تنظيفة شهر رمضان، هذو الفيديوهات ما هما إلا فيديوهات تاع تحفيز ونشاط. عجبك الفيديو، شفتي بلي راح تتحفزي تدي فكرة، اللهم بارك. شتي روحك باللي مازال الحال وهاد الفيديو زعما ولا هاد النوع. مانيش نحكي برك على روحي، لانه شفت الاخت سولا بيلا تعرضت لهاد الموقف انها درت هكا نيتواج، بدات تنقص على روحها.
درت هكا فيديو. قلت لكم بدات تتوجد وبدات تنقص على روحها، تعرضت على انتقاد، نفس الانتقاد يشبه الانتقاد اللي تعرضت ليه انا. نقول لك حبيبتي عادي انت حطي فيديو، ماشي لازم حتى انك تروحي للمتتبعات تاعك، انت انسانه راقيه، والمتتبعات اللي يتابعوك ثاني واللي يتبعوني ثاني جميع واحد انسان راقي، راقي في حياته، راقي في اعماله، في كلش. قُلت حبيبتي مش لازم إنِّك كل واحد تعطي له تبرير، ومش واحد إنِّك مش لازم عليك عفوًا إنِّك تروحي المتتبعات تاعك وتروحي تقولي لها روحا جاوبوها وكامل، صايي ما عجبكش الكومنتير فوتيه. هي نفس الطريقة نديرها أنا في قناتي، وديما نحاول كي نفوت على لي كومنتير كي نلقى زوج متقابضين في لي كومنتير، تصدقوني يا البنات نحاول إني سوا نصلح بيناتهم ولا نسوبريمي هذاك الكومنتير هكذا، باش ما نعطيش فرصة لإنسان واحد آخر، إنسان ثالث ولا إنسان رابع يدخل بيناتهم، وتولي القناة تاعي ماهيش قناة في عوض ما تكون قناة استفادية تكوني تستفادي منها، تولي قناة إنك تلمي فيها سيئات، وحدة تخسر في الهضرة الأخرى، الأخرى تلم في الإثم تاع الأخرى وهي رايحة. سينو قلت لكم شفتوا بلي فيديوهات تحفيزيه امس الخير مرحبا بكم في اي قناه، سينو فوتوها وشوفوا مشيوا الفيديو وشوفوا الوصفه مثلا. المهم وربي يقدر جميع وحده. هنا حبيباتي كانت فاتتني هاد الوصفه، بصح راح نعاودها لكم لانها قلت لكم وصفه بزاف سهله، وهي هاد البوراك تاع العجين اللي الوصفه تاعو تحفه، هكا تبدلو شويه. المهم هنا حبيباتي حكمت لافيونداشي مع شويه تاع الزيت وبصله تكون لاباس بها، قليتهم بيان. لي زيبيس هنا درت غير الملح والفلفل الكحل وبيان سور شويه تاع معدنوس. هنا ما درت البيض ما درت فرomاج رابي. كي تقلاو لي بيان وطابولي حطيت فرomاج بورسيون ولا هذاك اللي يتباع في الميزان وخليوه يذوب. كي طيب صايي طفيو عليه الفرن وخليوه يبرد بالجاه. هنا حبيباتي نوليو لاباط واش عندي 3 كيلات تاع فرينه، انا استعملت الكاس هذا تاع ام وليد. المهم كيلت فيه 3 كيلات بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، مع الرشه تاع الملح اللي لازم تكون، وبيان سور نص ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه، ما تكثرش بزاف الخميره الكيميائيه. هنا شتو الملعقه تاع القهوه درت غير نص مغرف. وهنا ثاني استعملت الزيت، استعملت نص كاس نتاع الزيت. ثاني نبسس بيان هذيك الفارينه تاعي، نحاول انه هذاك الزيت ندخله مليح في الفارينه. وهنا استعملت حوالي 2 حتى 3 ملاعق تاع زبده التوريق. هنا لما كانتش عندك زبدة التوريق عوضيها بالخل، تما كاش وحده ماهيش متوفره عندها زبده التوريق ولا الماغارين تاع الفيطاج، تقدر انك تعوضيها بملعقه كبيره تاع الخل. لا كانت متوفره عندك زبده التوريق احسن واحسن انك تستعمليها هي. المهم هنا قلت لكم كما راكم تشوفوا نبدا نبسس في الفارينه تاعي، نحاول انه هذيك المارغرين وهذاك الزيت ندخله بيان في الفارينه تاعي حتى يولي اللون تاعها اصفر. شغل كي نمسها كنحسها باللي صايي دات حقها، ديجا شوفوا هنا او تغير اللون تاعها. وهنا حبيباتي نبداو نلمو بالماء. الماء هنا ماشي ديروا ماء بارد، ديروا ماء تاع الحنفيه عادي، ولا يكون ماء دافي شويه هكا باش ما تتحجر لكمش هذيك مارغرين اللي درتها وهذاك الزيت، راح تعاونكم في الخدمه. متى حنفيه ولا يكون دافي شويه. المهم هنا الماء ما نقدرش نعطي لكم اكزاكتومون شحال درت، المهم لاباط تاعكم لازم تتلم، ما تكونش جاريه وما تكونش يابسه عادي، كيما باغ اكزومبل لاباط تاع ما على باليش، المهم تكون لايمة روحها. دوك تشوفوا ليسونسيال في الفيديو كيفاه. نحاول اني ندلكها غير شويه حق ما نلمها برك بيان. هنا ثاني من الاحسن حبيباتي انه لاباط تاعكم تخليوها تريح كيما انا ما خليتهاش تريح، ودوك تشوفوا لا ديفيرونس. دايور كي خدمت الحبات الاولين والحبات التواله او ماهمش كيف كيف. المهم هنا ما نسبقش الاحداث باش تشوفوا. شوفوا بعد ما دلكتها شويه ولميتها كامل رشيت بالفارينه. قلت لكم نتوما من الاحسن انكم تخلوها تريح 10 دقائق حتى ربع ساعه مليح هكذا، باش كي تطبعوها بهذاك الطابع ولا ما تعاودش تلم روحها تما صاي تطلق روحها. انا هنا رحت درتها مباشره كي قطعت بهذاك المول. شوفوا هنا لاباط هذيك ما ريحتش، عاودت تلمت لي.
هذا هو المشكل. بصح هنا الحبات الأولين كي درتهم لاباطا كنت تشوف فيها بلي تعاودت تلمّت، بصح كي عاودت لميت هادوك لي شوت اللي قعدوا لي وخليتها تريح حتى عاودت عمّرت كامل هادو الحبات الأولين، صايي ما عنديش هاد المشكل اللي عندي مع الأول. je pense que فهمتوني واش راني نقصد، تما لا بات صايي دات وقتها ريحت فيه وكامل. المهم هنا حطيت هذاك الحشو وشوفوا كيفاش راني قاعد نغلق فيها. هنا تقدروا تستعملوا هذاك المول تاع السوفلي هذاك اللي يطبق، تقدروا انكم هاني حطيته بجهه ويبان، تقدروا انكم تستعملوا هذاك. المهم هنا نحط كميه تاع لافارس ونحاول اني نغلقها بيان هكا باش كي نقليهم ما يتحلوليش في المقله بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. وهنا بعد ما كملت كامل الحبات تاعي، انا هنا كاين حبات اللي درت لهم بلا فيون داشي، وعندي اختي ما تاكلش اللحوم الحمراء، تما درت لها حبات فيهم غير الفرomاج لداخل، تما ما فيهمش لحوم لداخل. المهم هنا سخنت بيان الزيت وحطيت الفرن ما لازمش يكون قوي بزاف، ديروا حسابكم باش يطيب لكم من الداخل، هي طبقه رقيقه ماشي ما تخشنوهاش. المهم هنا كي نشوفهم باللي صاي بداو يديو لي هذيك التحميره من التحت، نبدا هكا نرمي عليهم الزيت باش يتشكلوا لي هذوك البنابل. هنا ما على باليش علاه ماهمش يبانوا، بصح صدقوني هذوك يديروا كامل بنابل هكا صغار من الفوق. المهم من بعد حبيباتي بداو دمروهم حتى يطيبوا لكم ثاني من الجهه التحتانيه، وحاولوا انكم ثاني تحطوهم هكا في البابي باش يمتص كامل هذوك الزيوت تاع زياده. هي هاد البورك راح يجيكم ناشف، كذبوا رواحكم لا تقولوا طف الزيت، هذه الحاجه الاولى. ثانيا لاباط راح تجيكم كاطو، شوفوا تجيكم كي شغل كاطو صدقوني، واحد البنه واحد الكو وهكا ثاني راح تبدلوا شويه كيما راكم تشوفوا هنا النتيجه النهائيه كيفاش جاو. هنا هادو اللي ما حمرتهمش بزاف باش نفرق بين تاع الفرomاج واللي درت بهم لا فيونطاج لداخل، وكنت رافقتها بهاد لا سوب تاع بواسون الكذابه اللي كنت شاركتها معكم في اوائل القناه. راح نحاول اني نحط لكم لو لين في صندوق الوصف، عبالكم بلا حوت وبلا كامل راح تجيكم بزاف شابه وبزاف بنينه. هنا قسمت لكم حبه تاع اللي درتهم بلا فيون داشي، شوفوا شحال جاو شبان وجاو فايتين من الداخل. وهنا ثاني قسمت لكم حبه اللي تجي بالفرomاج، نتمنى انكم تجربوها واكيد راح تعجبكم. وهنا حبيباتي ثاني حبيت نتقاسم معكم بعض المشتريات اللي كنت شريتهم حقيقه في البدايه نتاع الشتاء، ما عندي وقت من اللي شريتهم، بصح اكو على بالكم ما كاش الشتا اشاك نقول نتقاسم معاكم هاد القش اللي شريته، من بعد نقول بصح ما كاش الشتا هاد العام. اي دوك من بدا برد شويه الحال قلت نتقاسم مع خياتي معليش يدو افكار. اول حاجه حبيباتي كنت شريت هاد البيجاما اللي اللون تاعو هنا يبان لي ابيض بصح هو جاي في البلون كاسي. المهم عنده هاد لي ديسان هكا بالنوار مع البول تاعو هو تاع الشتا وتاع البرد. انا البلاصه اللي نسكن فيها بزاف بارده، تما لازم تلبسي حاجه خشينه باش ما تحسيش بالبرد، باش تقولي نلبس غير حاجه خفيفه ولا بلاصه بزاف بارده. المهم هذا هو البول تاعها من القدام يجي كامل ابيض، يجي هكا كي شغل فيه الريش، ومن الجهه تاع اللور يجي كيما اليدين. وهذا البيجاما كنت شريته 250 الف في الجي. هاكيا البنات يجي بالسروال تاعو وبالبول تاعو كيما شفتوا. وثاني حاجة حبيباتي كنت شريت ثاني هادو لي فيزو هكا، تقدروا تلبسوهم وحدهم وتقدروا تلبسوهم هكا تحت سروال تحت جبة ولا كاش حاجة. هنا كنت شريت زوج شريتهم 50 ألف الواحد هكا على ما أظن هذه هي 50 ألف الواحد. كنت شريت الموديل الأول هكا جاي في نوار عنده ديكور هكا في الروج وفي البلون. المهم اكو على بالكم. وكنت شريت ثاني هذا في البلو نوي عنده هكا دي فلور بالغوز وعنده هذوك الخطوط موطاد ولا جون. المهم نفس الشيء حتى هذا كنت شريته 50 ألف بزاف ملاح هكا تلبسوهم تحت السراول كي يكون بزاف الحال بارد ولا تحت جباب ولا حتى انكم تلبسوهم وحدهم كي تروحوا ترقدوا كامل ثاني بزاف خفاف. ثالث حاجة حبيباتي كنت شريت هاد الجبة ثاني اللي بزاف شابة. على بالي باللي شدوهم وراهم بزاف يدوروا، تما عندهم واحد 3 سنين ولا 4 سنين راهم قاعدين يدوروا، بصح بانت لي هاد الموتيف اكارو شوية جديد.
تما مش شفتوش ديجا من قبل، اشاك فوا نشوف اللي يجيو افلور ولا سامبل ولا الخياطه تاعو ما شاء الله ماهمش من هذوك اللي يتباعوا 80,000 ولا 100,000. هذه شريتها 180,000 باسكو القطيفه تاعها ولا القماش تاعها جاي خشين، جاي عنده هذوك العقاقش من الفوق، والخياطه تاعها قلت لكم ماهمش من هذوك الجور اللي تنحى الخياطه تاعهم باسكو ديجا شريت من هادوك رخاص الخياطة تاعهم تتنحى، هادي لا وخشينة القطيفة تاعها خشينة وواقفة ماشي هاديك اللي طالقة روحها تما كي تلبسيها واقفة. قلت لكم البري تاعها كنت شريتها 180,000. ورابع حاجة حبيباتي كنت شريت هادو لي سوكيت، انا نحب بزاف نلبس لي سوكيت في الشتا، عبالكم من نميل بزاف ليهم باسكو شغل خفاف تمتم تلبسيهم وسخونين كيما هذه. كنت تما هذا هو اللون اللي لقيته هكا شوية شباب. شريت هذه اون بلو عندهم هكا دي زيتوال في الروج وكامل وجاي مصوفين لداخل جو معمرين صوف لداخل. هادو شريتهم 30 ميل كاين تاع 15,000 بصح يجيو كي شغل يجيو الرهاف ما فيهمش الصوف لداخل، هادو جايين صحاح عليها شريتهم 30,000. وخامس حاجة حبيباتي كنت شريت تاني هاد البول كان صراحة عجبني بالبزاف. تشوفوا يا البنات لا كاليتي تاعو بالك كي تشوفوها هكا في لاكام بالك تحقروها بصح صدقوني كي تمسوها بيدكم وكامل تشوفوا لا كاليتي تاعو شحال شابة ما تأمنوش. هي صراحة شريته شوية غالي بصح ماهمش خسارة فيه باسكو كاليتي بزاف شابة. شوفوا هو جاي سور لي كوتي جاي محلول شوية، وفي اليدين جاي هكا عنده شوية الوان شوية دي كولور هكا في الموطاد جون وكامل. هو مخدوم في مات ان ايطالي. هي موالف نشريهم تاع الترك غاليين وما يجيونيش ما يجيونيش بهاد لا كاليتي بصح المره هذه جاني كاليتي بزاف شباب. البري تاعو كنت شريته 320 الف. اذا حبيباتي هذو هما المشتريات تاعي وهذه هي الفيديو تاع اليوم، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم ونقول لكم تهلاو لي بزاف في رواحكم. استنوني في فيديوهات اليوم جايين وسلام.